ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد فضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل وسلم. على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم فإن
تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك
السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم زادت سليمان بالوصال تكرما زادت سليمان بالوصال تكرما فسرى سرور إلى فؤادي وخيما فسرى السرور إلى فؤادي وخيما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم
سليمان بالوصال تكرما فسرى السرور إلى فؤادي وخيما فسرى السرور إلى فؤادي وخيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة لي خمسة أطفي بها عرى الوباء الحاطمة لي خمسة أطفي بها عرى الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى ابناهما وفاطمة وابناهما وفاطمة يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسمة أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن
الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيل الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان
عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تصدق في الصدور من الإيمان قواعده وتلو عن اليقين مثل ذلك الإذعان والتصديق شواهده. أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمنع عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرده ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ذمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة إن تسرسرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمات لله وأكبل عليه غاية الإكبال صلى الله عليه صل عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه صلى الله عليه الأشرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ذور وبر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين
وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ذاب الفؤاد جواد ذاب الفؤاد جواد وحن لذكركم أنت الحبيب ومقصدي ورجائي إذ أصح الورد أشجانه يا لقلب سروره قد توالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا من ولا بحبيب عمال أنا من ولا يا قلب سروره قد توالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا من ولا بحبيب عمال أنا من ولا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنا من ولا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنا جل من شرف الوجود بنور غابر الكون بهجة وجمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال
عم الأنام نوالا لاحظته العيون في مجدلته بشرك لا يزيح الضلال يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا وهو بالفوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب سروره قد توالى
عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. ليتشرف بكتابات القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. فاستودع هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حملي وقرب وقت بروزي إلى عالم شهادتي لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضلي وتنتشر في آثار مجدي الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وضع هذا الحبيب على ندي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب صلى الله وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة
نورت كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله وفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود صلى الله فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سفح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فهزار اليمن غرد واستضيء بجمال فاق في الحسن تفرد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يحصره العاد إذا حبنا بوجود
مصطفى الهادي محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد آمين يا الله يا رب عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاه آمين في جوار خير مقعد نبي سلام عليك يا الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد الله تغشى الشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرمي الأرواح منا واكرمي الأرواح
جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an qala al-Munawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain. Yanbaghi lil insani an la yahtagira ahadan فربما كان المحتقر أطهر قلبا وأزكى عملا وأخلص نية فإن احتقار عباد الله يورث الخسران ويورث الذل والهوان إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Berkata Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Sepatutnya lah bagi manusia agar tidak sekali-kali meremehkan siapapun, ahadan siapapun. Farubbama kana al-muhtagir adhara qalban. Barangkali yang kita remehkan ternyata orang tadi itu hatinya lebih bersih daripada kita. Wa azka amalan, dan amalannya lebih suci daripada amalan kita. Wa akhlasa niyatan, dan niatnya lebih ikhlas daripada niat kita. Kenapa kita dilarang untuk meremehkan daripada hamba-hamba Allah? Jangan satupun kita meremehkan orang lain. Fa inna ihtigara ibadillah, karena sesungguhnya meremehkan hamba Allah yurithul khusran, akan menyebabkan kerugian, wa yurithudz dzulla wal hawan, dan akan menyebabkan daripada kehinaan. Dor. Allah. Fa inna ihtigara ibadillahi, karena sesungguhnya la ilaha illallah la yahdik. Meremehkan hamba Allah menyebabkan daripada kerugian dan kehinaan. Ada sebagian orang entar masjid. Ada sebagian orang yang mungkin rambutnya compang-camping, pakaiannya yang tidak jelas, rubba ath'ath aghbar madfu'un inda kulli abwab. Berapa banyak orang yang rambutnya compang-camping, pakaiannya kumuh, madfu' inda kulli abwab, tertolak di setiap pintu. Ini saya sering kula mendepak nih ke sampean. Sopo aja napa? Sopo aja kulit sampean tak ngremeki orang. Hatta ke orang kafir. Min ibadillah, dari hamba Allah. Mungkin kafir semakin laku bisa oleh hidayah masuk Islam. Kulit sampean belum tentu. Hatta hamba Allah ini adalah orang kafir. Cek hina aki, cek remeh aki. Mungkin semakin neka orang neka maksiat, deki malam tobat terima, husnul khatimah. Berapa orang semalam neka wal'iyadzubillah mabuk, judi, zina, tobat dekat Allah Subhanahu wa taala, elang dosana at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat daripada segala dosa, maka dosanya dihapus seakan-akan tidak mempunyai dosa sama sekali. Allah Karim, Allah Maha Loman,
Allah Maha Dermawan. Hamba Allah, hatta hewan sekalipun. Apa perlu Allah Ta'ala ngeberi ya? Hari ada gunanya hewan-hewan, hatta ada, maaf, anjing sekalipun. Sayyidina Uwais Al-Qarani, ketika beliau makannya di tempat sampah, tak tanggung Imam Uwais Al-Qarani Sayyidu Tabi'in, pemimpin daripada tabi'in, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan min kibari sahabah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali untuk memohon doa daripada Sayyidina Uwais Al-Qarani. Kita sepakat, ulama sepakat, kita tahu bahwa tabi'in di bawah derajat daripada sahabat. Tapi bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan untuk selalu memohon doa kepada orang yang di bawah kita. Mohon kakek ketemuan wahai Umar, di Uwais Al-Qarani minta doa, innahu mustajabud da'wah, karena Uwais Al-Qarani adalah orang yang mustajab doa. Orang mau ngakan ning tempat sampah ya kawan, bener kawal bener aban surban, ada yang tahu terkenal Uwais gila. Apa kata Sayyidina Uwais Al-Qarani ketika makan, di sampingnya terdapat seekor anjing, ya kalab kul mimma yalik wa ana akulu mimma yali, makan apa yang ada di sampingmu dan aku akan makan apa yang ada di sampingku, dan aku tidak lebih mulia daripada kamu kecuali aku mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada silat. Jika aku selamat dari api neraka, berarti aku lebih mulia daripada kamu. Ya ikhwan, seekor anjing Sayyidina Uwais Al-Qarani tak merasa lebih mulia. Sebaliknya congok iblis. Bagaimana iblis tadi itu merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihis, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu. Jelas malaikat neka, iblis neka setara, sederajat di malaikat, cuma karena kesalahan yang fatal, yang kecil namun fatal, merasa lebih baik, merasa lebih pantas. Angko saknya iblis neka tak gelem hormat deka Nabiullah Adam alaihissalam. Akhirnya apa yang terjadi? Salah odi iswarga eton dung ke dunya, sebab situng sifat sombong. Mak jadi orang seodi ning dunya, andik sifat sombong masuk ke swarga. Seodi swarga eton dung, Pak. Maka Allah yahtagiru ahadan, jangan kita meremehkan satu pun daripada hamba Allah, karena mungkin orang yang kita remehkan athhara qalban, lebih suci hatinya, lebih bersih dari hatinya daripada hati kita. Yang Allah Ta'ala abri casing ke abe ni walayadu billah, libasus salihin wa libasuna libasus salihin wa gulubuna gulubus syayatin, walayadu billah. Pakai nengak orang soleh tapi hati nengak setan. Sementara orang yang remeaki, orang yang anggap hina, ternyata hatinya bersih, amallah lebih bagus, niatah lebih ikhlas daripada guluban jenengan. Ada saya tahu orang tasawuf nikah bener orang tak pakai sandal, orang tasawuf nikah bener orang tanda dunya, orang tasawuf nikah hatinya rendah hati, memandang setiap hamba Allah mempunyai keistimewaan. La tahtagir man dunak fa inna likulli syai'in maziyah, jangan kamu meremehkan atau merendahkan satupun daripada seseorang, karena setiap daripada orang mempunyai kelebihan, mempunyai keutamaan yang tidak kita miliki. Falikulli syai'in maziyah, andik maziyah, andik kelebihan bang sebeng nikah. Maka hendaklah kula belajar tibi, main ngak kabut tibi. Jangan merasa lebih daripada orang lain ya ikhwan. Allah Ta'ala maha membolak-balikkan keadaan. Setiap mungkin hadir majelis bagus belum tentu nah akhir umur kulit sambian. Tapi nya onda ke Allah SWT termuka ateh itu jian ateh saya selamat daripada sombong, selamat daripada ujub, selamat daripada riya, selamat daripada takabur. Amin Allahumma. Sehingga hati kita menjadi hati yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita adalah pusat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak menilai keadaan seseorang daripada pakaiannya, jabatannya dan sebagainya, akan tetapi yang dinilai adalah hati kita,
amal perbuatan kita. Mudah-mudahan yang sedikit menjadikan hati kita bersih daripada segala bentuk penyakitnya, dijadikan niat kita dijadikan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita pernah meremehkan seseorang atau memohon ampunan kepada Allah, merasalah kita yang paling hina, merasalah kita yang paling hancur, kita yang paling banyak dosa, sehingga satu persatu daripada kita yang paling merasa banyak salah dan dosanya, itulah orang yang menjadi pusat perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Termoga teti ate selamat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadamal fikru min darari al-awsafil muhammadiyyati wuquda tujahtu ilallah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'ala sa'i fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والسيلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. ألا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهلي ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترعي اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين
وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره، وأما ببركاته وشريف بجاده أولادنا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مأنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، واختم لنا منك بخير أجمعين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اهتم الدعاء المولد سمت الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى بسر الفاتحة.